طيب بالنسبة للترهيب بقى، لو حد بقى هيقول له لا او هيرفض احنا كلنا واحد والقصص دي كلها، يهدده مثلا معانا ولا تونس مغاوري. دبر لهم مذبحة القلعة. مجرد انتهاء الحفل والمماليك خارجين في امان الله، غدر بيهم بقى وقفل الابواب وخلى جنوده يطلقوا عليهم النيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تالتة اعدادي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الدرس الثالث، ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. ويا ريت يا شباب بقى في البداية كده لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. بالنسبة بقى لأحوال مصر قبل تولية محمد علي الحكم، شهدت مصر منذ خروج الحملة الفرنسية عام 1801 وحتى تولية محمد علي الحكم في 13 مايو عام 1805 فترة من الاضطراب والفوضى. وأول نقطة عندي في الدرس جت قبل كده في امتحانات صح وغلط. لو قال لي كده شهدت مصر منذ خروج الحملة وحتى تولية محمد علي الحكم فترة من الاضطراب والفوضى، هنقول له صح. قال لي بقى استقرار، رخاء، تقدم، رقي، أي حاجة من الحاجات دي هتبقى غلط. طيب ايه سبب الاضطراب والفوضى؟ نقول في الإجابة كده لو جات لي بما تفسر هنقول بسبب صراع المماليك والعثمانيين وانجلترا للسيطرة على مصر. بالنسبة للمماليك كانوا شايفين كده ان هم من حقهم ان هم يحكموا مصر. العثمانيين بقى والدولة العثمانية هي نفس القصة. بالنسبة لانجلترا هي كمان كانت عايزة تسيطر على مصر عشان تأمن طريقها للهند. لكن في النهاية استمرت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. في الوقت ده ابتدت تظهر شخصية محمد علي. طيب بالنسبة بقى لبروز شخصية محمد علي وتوليته الحكم، بدأت الدولة العثمانية تستعيد حكم البلاد، لكن الشعب المصري قام بالعديد من الثورات ضد الولاة العثمانيين. ومن أمثلة هذه الثورات ثورة الشعب المصري في مارس عام 1804. الدولة العثمانية بعد ما قدرت إن هي ترجع حكم مصر ليها، كل فترة كانت بتعين والي. كل والي من دولت كان الشعب المصري بيقوم ضده بثورات نتيجة بقى للضرائب وغيرها. طبعا أشهر الثورات اللي قام بها الشعب المصري كانت ثورة مارس عام 1804، واللي كان سببها فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. طب الموضوع ما بقاش ضرائب بس، واحنا عارفين الضرائب اللي بيتم جمعها من الفلاحين على المنتجات الزراعية او الصناع بقى على منتجاتهم او التجار او غيره، لكن بقى في حاجة جديدة كمان اللي هي الاتاوات. طبعا الاتاوات دي برضو رجال من الفرق العسكرية اللي تابعة للجيش العثماني اللي موجودين في مصر يخشوا الاسواق بقى ياخدوا من البياع ده حاجة، من البياع دي حاجة، اللي رايح واللي جاي ياخدوا منهم فلوس والقصة دي، فدي بنسميها اتاوات. الشعب المصري بقى كان جايب اخره من ايام الحملة الفرنسية والضرائب وتفتيش البيوت زي ما قلنا في اللي فات، فما بقاش مستحمل بقى ضرائب وكمان اتاوات. بالنسبة لإجابة السؤال كده تاني بنقول بسبب فرض الضرائب والاتاوات على الأهالي. سؤال مهم وبيتكرر كتير في الامتحان. طيب بالنسبة بقى للثورة دي وموقف محمد علي منها، عايز أقول لكم كده إن ثورة مارس عام 1804 كان السبب الرئيسي إن محمد علي من خلالها قدر يوصل لحكم مصر. طب إزاي؟ تعال نشوف كده موقفه من الثورة دي. تيجي كده في شكل سؤال دليل يقول لك كان لمحمد علي موقف من ثورة مارس عام 1804، أو وضح موقفه. عمل ايه محمد علي؟ انضم للعلماء والمشايخ، تعهد برفع الضرائب، اختلط بالاهالي الساخطين، اقترح تعيين خورشيد باشا وليا على مصر. طب ايه معنى الكلام ده؟ طبعا محمد علي شاف كده ان الزعامة الشعبية في مصر بتتمثل في العلماء والمشايخ، فاعلن انضمامه ليهم كده، قال لهم اعتبروني واحد منكم. وعشان يثبت بقى حسن ولائه ليهم والكلام ده، تعهد لهم برفع الضرائب. طبعا باعتبار ان محمد علي راجل تابع للدولة العثمانية، كان جاي مع الجيش العثماني اللي كان هيخرج الحملة الفرنسية أثناء وجود مينو زي ما عرفنا كده في درس الحملة الفرنسية، فكان قائد من الفرق العسكرية. طبعا باعتباره بقى رجل تابع للدولة العثمانية، قال للعلماء اعتبروني واحد منكم وأنا هتوسط عند السلطان العثماني وهلغي الضرائب دي. ده معنى كلمة رفع الضرائب. ومش بس كده، ده محمد علي كمان اختلط بالأهالي الساخطين، الناس اللي زعلانين ومتضايقين وقاموا بالثورة، ابتدى يقعد معاهم ويقول لهم يعتبروني كده واحد من العلماء، وانا قلت للعلماء ان انا هلغي الضرائب والقصه دي كلها. زائد عشان ما يبانش ان هو طمعان في الحكم، اقترح تعيين خورشيد باشا وليا على مصر. طبعا محمد علي مع العلماء كده قال لهم يوافقوا على تعيين خورشيد باشا وليا على مصر عشان يثبت كده ان هو مش طمعان في الحكم. محمد علي بقى الذكي ده عارف ان خورشيد باشا تولى حكم مصر، ومصر في فتره من الاضطراب والفوضى زي ما قلنا، فمليون في المية الشعب هيقوم ضده بثوره هو كمان وهيتم عزله. هيدوروا بقى الشعب المصري نفسهم على الراجل اللي هو وقف جنبهم وتوسط مع السلطان العثماني وبقى واحد من العلماء، مش هيلاقوا بالنسبة لهم أحسن من محمد علي. وده ذكاء كده من محمد علي. يبقى كده لو قال لي وضح موقف محمد علي من ثورة مارس عام 1804، أو دلل كان لمحمد علي موقف من ثورة مارس عام 1804، هنقول له في الإجابة انضم للعلماء والمشايخ، تعهد برفع الضرائب، اختلط بالأهالي الساخطين، اقترح تعيين خورشيد باشا وليا على مصر. طب إيه اللي خلى محمد علي ياخد موقف من الثورة دي؟ عند كده قام محمد علي بذلك اللي هو الموقف اللي فات، لأنه خشى أن تصيب الثورة جنوده. طبعا زي ما لسه قايل لك من شوية، محمد علي كان قائد على فرقة من فرق الجيش العثماني اللي جت على مصر، وطبعا بقى الفرق التانية ابتدوا يطلبوا من قائدهم مرتباتهم والقصة دي.
فمحمد علي خاف بقى ان جنوده هم كمان يصوروا ضده عشان موضوع مرتباتهم والقصه دي، فقال يبقى ليه موقف عشان الدنيا تتلم قبل ما الثوره تصيب جنوده. ممكن كده تجيلي في شكل سؤال بما تفسر، يقول لي بما تفسر كان لمحمد علي موقف من ثوره مارس عام 1804. ليه خد موقف؟ هنقول لانه خشى ان تصيب الثوره جنوده. طب لو قال لي ما النتائج المترتبه على موقف محمد علي من ثوره مارس عام 1804، هنقول كسب محمد علي عطف الشعب وثقه الزعماء، وبدأ ينظرون إليه كرجل عاد يكره الظلم. طيب لو عكس لي بقى السؤال وقال لي بما تفسر كسب محمد علي عطف الشعب وثقة الزعماء في عام 1804، ازاي محمد علي قدر ان هو يحبب المصريين فيه وكمان يخلي الزعماء يثقوا فيه؟ عمل ايه عشان يكسب عطف الشعب كمان ياخد ثقة الزعماء؟ هنقول له بقى الاربع نقط. هنقول له لانه انضم للعلماء والمشايخ، تعهد برفع الضرائب، اختلط بالاهالي الساخطين، اقترح تعيين خورشيد باشا. ده كان السبب اللي خلى الشعب المصري يتعاطف معاه ويحبه، كمان يبقى مصدر ثقة كده عند الزعامة الشعبية واللي هم الزعماء. عندي نتيجة للثقة اللي اكتسبها محمد علي عند الزعامة الشعبية، كان ليهم دور في توليه الحكم. طيب عملوا ايه؟ اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف بدار المحكمة، واللي لها اسم تاني بيت القاضي، في 13 مايو عام 1805، وقرروا عزل خورشيد باشا الوالي العثماني الذي تم تعيينه وتعيين محمد علي بدلا منه، وأخذوا عليه اللي هو طبعا محمد علي العهود والمواثيق أن يحكم بالعدل وألا يبرم أمرا إلا بمشورته. يبرم دي يعني ما يصدرش أي أمر غير لما يرجع ليهم. طبعا بقى هم مفكرين محمد علي ده رجل طيب وإن هم هيقدروا يحكموا مصر من خلاله والقصة دي كلها، لكن ما كانوش عارفين إن محمد علي ده هيشوفوا معاه السواد زي ما هنعرف كده في آخر الدرس. طيب يبقى الجزئية كده تركز فيها تاني. بنقول كده اجتمع زعماء الشعب، من اللي بيمثلوا الشعب المصري؟ زي ما قلنا العلماء، المشايخ، كمان نقباء الطوائف. نقباء الطوائف دولت اللي هم المسؤولين بالبلد كده عن الصناعية اللي موجودين في مصر، في ترزية بقى وفي اللي بيصنعوا مصنوعات نحاسية وغيرها من الصناعات المصرية، فبيبقى ليهم كده نقباء، ناس بتمثلهم أمام الحكومة، تجمع منهم الضرائب بتدفعها للحكومة، تجيب لهم المواد الخام وهكذا. فكل بقى اللي بيمثلوا الشعب من علماء ونقباء الطوائف اجتمعوا بدار المحكمة أو اللي بنسميها بيت القاضي. بعد القرار بقى اللي خدوا كده زعماء الشعب بعزل خورشيد وتعيين محمد علي، كان إيه موقف السلطان العثماني من هذا القرار؟ أصدر السلطان العثماني فرمان في 9 يوليو عام 1805، كان سبب إصدار هذا الفرمان عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر. طب بالنسبة بقى للفرمان، يعني إيه فرمان؟ أمر يصدره السلطان العثماني واجب التنفيذ. تعريف بسيط من التعريفات اللي بتكتر كتير في الامتحان فاحفظه. يبقى حضرتك بقى كده تاخد بالك ان الزعامه الشعبيه هي السبب ان محمد علي يصل للحكم. جيلي كده في شكل سؤال دليل يقول لي لعبت الزعامه الشعبيه دور في توليه محمد علي الحكم؟ نقول له كده بكل بساطه، حيث قرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر، واستجاب السلطان لهم واصدر فرمان بذلك. الكلام ده كله زي ما قلنا في اللي فات كان في يوم 13 مايو عام 1805، فعشان كده بنقول ان اليوم ده يوم مهم في تاريخ مصر. ممكن يجي لي كده في شكل سؤال بما تفسر، هيبقى اجابته لان في هذا اليوم ولاول مره يتم عزل والي وتعيين اخر باراده الشعب وشروطه. طب بالنسبه بقى للتوطيد او اللي بنقول عليها تثبيت سياده محمد علي في حكم مصر، محمد علي عمل ايه عشان يثبت نفسه في حكم مصر؟ احنا عرفنا في اللي فات ان الوالي العثماني كان من عام الى 3 اعوام. هنعرف من اللي جاي كده ان محمد علي هيتم تثبيته على حكم مصر، هيفضل يحكم مصر مدى حياته. نقول كده قبل أن يتفرغ محمد علي لبناء الدولة الحديثة، كان عليه أن يطمئن لاستقرار الحكم في يده ومواجهة العديد من المشكلات الذي اعترضت طريقه، وهي إيه بقى؟ محاولة نقله حملة فريزر الزعامة الشعبية والمماليك. محمد علي بقى كان عايز ينفرد بحكم مصر، وفي بداية حكمه كده قابلته شوية مشاكل هنقولها. رقم 1 عندي اللي هي محاولة نقله من مصر بمقتضى فرمان يوليو عام 1806. لم تقبل بريطانيا بتولية محمد علي الحكم، والدليل على كده بقى وهنقولها في الإجابة، حيث حاولت إقناع السلطان العثماني بخلعه وتولية محمد بيك الألفي لتطمئن على مصالحها الاقتصادية. طبعا احنا عارفين إن الأسطول البريطاني وانضم ليه الأسطول العثماني أثناء إخراجهم للحملة بقيادة مينو، فالقيادات البريطانية كده عارفة إن محمد علي ده إنسان طموح، ولو تولى الحكم هيعطل لهم تجارتهم وهيعمل لهم مشاكل كتير قوي. فقال لك كده في البداية قبل ما يتمكن من السيطرة بشكل كامل على مصر، احنا نحاول نقنع السلطان العثماني ان هو يخلعه او ينقله في اي مكان، ونعين بقى محمد بيك الألفي اللي هو حليفنا ده اللي هيمشي لنا مصالحنا. فلما يجي لك السؤال كده في شكل دليل يقول لك لم تقبل بريطانيا بتولية محمد علي الحكم، دلل، هنقول له كده في الإجابة حيث حاولت إقناع السلطان العثماني بخلعه وتولية محمد بيك الألفي لتطمئن على مصالحها الاقتصادية.
طب كان ايه موقف بقى السلطان العثماني كده من محاولات اقناع بريطانيا له؟ استجاب السلطان العثماني لبريطانيا واصدر فرمان في يوليو عام 1806، وكان سبب اصدار هذا الفرمان لنقل محمد علي الى ولاية سالونيك. طبعا السلطان العثماني بقى استجاب لبريطانيا واصدر قرار كده او فرمان بنقل محمد علي الى ولاية سالونيك، هيشيلوا من مصر هيبعتوا كده لولاية وهي ولاية سالونيك. طب هل الزعامة الشعبية بقى ملهاش موقف من الفرمان ده؟ يعني بعد ما تعبوا كده وقدروا ان هم يوصلوا للحكم هيسيبوه كده يتنقل من مصر؟ لا طبعا كان لهم موقف. فبنقول كده وقفت الزعامة الشعبية بجانب محمد علي ضد فرمان عام 1806، حيث رضخ بقى او استجاب السلطان العثماني للزعامة الشعبية وتخلى عن فكرة نقل محمد علي من ولاية مصر مع كمان تثبيته عليها. طبعا بقى بعد ما رجع السلطان العثماني كده في الفرمان اللي هو أصدره، تدهورت العلاقة بين بريطانيا والسلطان العثماني. وهنا في سؤال تاني كده، ما النتائج المترتبة على وقوف الزعامة الشعبية بجانب محمد علي ضد فرمان عام 1806؟ هنقول كده الإجابة لم يتم نقله إلى سالونيك وتم تثبيته على حكم مصر. يبقى الزعامة الشعبية كده لعبت دورين، الدور الأولاني إن هي اللي وصلت محمد علي لحكم مصر عام 1805، بعدها على طول بسنة كده وقفت بجانب محمد علي ضد فرمان عام 1806. ولولا الزعامة الشعبية ووقوفها جنب محمد علي كان زمان هيتم نقله. فهنا بنقول نتج ايه بقى عن وقوفهم جنب محمد علي؟ لم يتم نقله إلى سالونيك بل وتم تثبيته على حكم مصر. طيب بالنسبة للمشكلة التانية بقى اللي واجهت محمد علي، حملة فريزر أو اللي هي الحملة الإنجليزية في مارس عام 1807. طبعا عرفنا من اللي فات كده ان تدهورت العلاقة بين بريطانيا والسلطان العثماني، فانتهزت بقى بريطانيا فرصة تدهور علاقتها مع السلطان العثماني وارسلت حملة عسكرية على مصر بقيادة فريزر في مارس عام 1807. طبعا بريطانيا بتتلكك بتحور بتعمل اي حاجة ان هي تخش مصر وخلاص وتحتلها. طيب اسباب حملة فريزر او اللي هي الحملة الانجليزية في مارس عام 1807 من الاسئلة المهمة. ايه سبب الحملة دي؟ احتلال مصر، خلع محمد علي من الحكم، وتولية محمد بيك الآل في الحكم. طيب هل نجحوا في الكلام ده؟ بالنسبة للنتائج، ما النتائج المترتبة على حملة فريزر في مارس عام 1807 أو يقول لنا كده الحملة الإنجليزية؟ هنقول نتج عنها هزيمة الحملة وخروجها من مصر ودخول محمد علي الإسكندرية منتصرا. ودي إجابة مختصرة وسهلة كده ودرجتك كاملة إن شاء الله. طبعا بقى تلاحظ حاجة، إن كانت هزيمة الحملة الإنجليزية في رشيد والحماد وتم جلاء الحملة من مصر مقابل الإفراج عن أسرى. طب ايه القصه دي؟ بالنسبه بقى للحمله الانجليزيه، وصلت مدينه الاسكندريه كده زيها زي الحمله الفرنسيه، كانت عايزه تخش القاهره بقى فجت عن طريق رشيد والحماد. اهالي رشيد والحماد قال لك احنا صدقنا خلصنا من الحمله الفرنسيه يجي لنا حمله انجليزيه، احنا ناقصين سواد تاني. فطبعا استبسلوا بقى في الدفاع عن المدن الخاصه بيهم زيهم كده زي اهل عكا لو تفتكرهم، قال لك احنا مش هنشوف بقى السواد ده تاني. فكانت مقاومه شديده جدا وقدروا ان هم يطردوهم من رشيد والحماد، فعادوا مره اخرى للاسكندريه. وكمان قبضوا على عدد من الجنود والضباط التابعين للجيش البريطاني اللي احنا بنسميهم الأسرة. طبعا بقى محمد علي اللي حظه ده مش عارف كان جايب الحظ ده كله منين، يعني ذكي وكمان محظوظ. مجرد ان هو دخل الاسكندرية وكان معاه أسرة فتفاوض كده مع الجيش البريطاني ومع فريزر، تاخد يا عم الأسرة بتاعتك وتتكل على الله ولا مش هتشوفهم تاني. فطبعا بقى بريطانيا حست ان هي ما درستش الموضوع بشكل احسن، فخدوا بعضهم وخلعوا. يجي سؤال كده، ما رأيك في موقف أهالي رشيد والحماد من حملة فريزر؟ هتقول له كده في الإجابة أرى أنه موقف يدل على شجاعتهم وحبهم للوطن وكان سبب رئيسي لجلاء الحملة. تالت حاجة عندي بقى كان محمد علي عايز يخلص منها عشان ينفرد بحكم مصر اللي هي الزعامة الشعبية. نقول كده أراد محمد علي أن ينفرد بالحكم دون وصاية أو رقابة شعبية، فلذلك قرر أن يتخلص من الزعامة الشعبية التي يمثلها السيد عمر مكرم. عمر مكرم اللي هو قائد ثورة القاهرة الثانية اللي كان مركزها حي بولاق زي ما قلنا في اللي فات. وذلك بعد أن أدرك محمد علي دور هذه الزعامة في تولية الحكم والقيود التي فرضتها عليه عند قبول الولاية. طبعا زي ما قلت في اللي فات كده إن هم وقفوا في ظهر محمد علي إن هو اللي يتولى الحكم، وظنوا بقى إن هو هيبقى شخص كده سهل إن هم يسيطروا عليه ويقولوا له يعمل إيه وما يعملش إيه، ما كانوش عارفين اللي فيها. فمحمد علي بقى كان صابر كده لحد ما الدنيا تتظبط معاه ويبدأ يخلص بقى من أي مشاكل أو أي حد بيضايقه في الحكم. طبعا خلص من المشكلتين اللي فاتت، محاولة نقله وحملة فريزر، ابتدى بقى يبص لآخر حاجتين عنده اللي هي الزعامة الشعبية والمماليك زي ما هقول في اللي جاي. طب بالنسبة للزعامة الشعبية بقى، أخذ محمد علي يترقب الوقت المناسب للتخلص من السيد عمر مكرم، فقد استخدم مع الزعامة الشعبية أسلوب الترغيب مرة والترهيب مرة أخرى. طبعا الترغيب بقى إن هو يقرب الزعماء دولت منه ويعرض عليهم بقى المناصب وأراضي وقصص كتير قوي، اسمه الترغيب.
طيب بالنسبة للترهيب بقى، لو حد بقى هيقول له لا او هيرفض احنا كلنا واحد والقصص دي كلها، يهدده مثلا بالعزل بالسجن او غيره، فده بنسميه اسلوب الترهيب. طيب وطبعا زي ما لسه قايل لك محمد علي كان اكتر واحد محظوظ في الدنيا دي كلها، جات له لحد عنده حاجة كده حصلت استغلها محمد علي. طب ايه هي بقى؟ استغلها محمد علي حدوث انقسام بين القيادات الشعبية فيما بينها حول مكانة عمر مكرم بين الناس، فقام منافسي عمر مكرم يدسون له عند محمد علي، فانتهز محمد علي الفرصة وقام بإيه بقى؟ ودي كده تجيلي في شكل سؤال يقول لي وضح موقف محمد علي من الزعامة الشعبية، أو كان لمحمد علي موقف من الزعامة الشعبية. هنقول له في الإجابة كده قام بخلع السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف ونفيه إلى دمياط. خلي بالك بقى دمياط بتيجي كتير قوي في الامتحان، يقول لك كده المدينة الذي قام محمد علي بنفي السيد عمر مكرم إليها، هنقول له مدينة دمياط. يبقى تاني كده موقف محمد علي خلع السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف، دي نقابة كده موجودة في مصر اللي هم من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا السيد عمر مكرم من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبعا بقى تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم ونسله معمول لهم في مصر كده اللي هي نقابة الأشراف. طبعا بقى السيد عمر مكرم هو اللي كان بيتولى نقابة الأشراف، فقام محمد علي خلعه منه، زائد ان هو قام بنفيه الى دمياط. طب يعني ايه نفيه بقى؟ عشان ما يسجنوش ويحصل قلق والقصه دي كلها، حدد كده ان هو يعيش في دمياط، ما يتكلمش في اي حاجه تخص السياسه او تخص محمد علي، ولو خالف بقى اي حاجه من اللي هي من شروط النفي دي طبعا هيتم سجنه. ده معنى كلمه النفي، ما يسجنوش بس يحدد له مكان كده يعيش فيه، ما يبقاش مصدر لقلق او فوضى. لو جالك بقى سؤال بما تفسر ليه محمد علي عمل كده، بما تفسر نفى محمد علي السيد عمر مكرم لدمياط، هنقول في الإجابة كده لأن محمد علي أراد الانفراد بالحكم دون رقابة شعبية. طبعا محمد علي عمل القصص دي كلها عشان ينفرد بالحكم، يحكم لوحده، يعني مش عايز حد يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا والقصة دي. ده معنى كلمة الانفراد بالحكم دون رقابة شعبية. طب لو سألك على رأيك بقى في موقف محمد علي من الزعامة الشعبية، طبعا هتقول له في إجابتك كده أرفض ما قام به محمد علي لأن ذلك خيانة للاتفاق الذي حدث بينهم ونكرانا للجميع. طب بالنسبة بقى لآخر حاجة محمد علي كان عايز يخلص منها اللي هم المماليك، تجيل عليها أسئلة كده بما تفسر حرص محمد علي منذ بداية حكمه على التخلص من المماليك، أو يقول لي بما تفسر ليه دبر محمد علي مذبحة القلعة، هنقول له في الإجابة حاجة واحدة، لأنه أراد الانفراد بالحكم وكان يرى أنهم عناصر فساد ومصدر للفوضى. خلي بالك بقى من حاجة، محمد علي كان عايز يخلص من الزعامة الشعبية وكمان المماليك، عايز يخلص من الاتنين، هنقول في الإجابة كده لأنه أراد الانفراد بالحكم. طبعا بالنسبة للزعامة الشعبية بنزود كلمة دون رقابة شعبية. هنا بقى اشمعنى المماليك؟ بنقول لأنه كان يرى أنهم عناصر فساد ومصدر للفوضى. عندي سؤال تاني دلل كده اتخذ محمد علي عدة أساليب للتخلص من المماليك، أو يقول لي دلل برضك حرص محمد علي منذ بداية حكمه على التخلص من المماليك اللي يثبت كده إن محمد علي كان فعلا ناوي يخلص من المماليك، هنقول له كده في الإجابة قام بحرمانهم من تولي المناصب الرفيعة، طاردهم في كل مكان ودبر لهم مذبحة القلعة. طب نلاحظ كده من المناصب الرفيعة في الدولة اللي حرمهم محمد علي منها اللي هي مشيخة البلد، زي علي بك الكبير كده اللي كان حاكم القاهرة كانوا بيسموه شيخ البلد. طب رقم 2 كان بيطاردهم بقى في كل مكان. احنا عارفين من درس الحملة الفرنسية ان المماليك كانوا في الصعيد من ايام مراد بيك. طبعا بقى هم كانوا عارفين محمد علي وعايزين يحكموا معاه، زي ما قلنا كده بعد رحيل الحملة اصلا نفسها كانوا عايزين يحكموا مصر، فكانوا عارفينه، فكان بيطاردهم في كل مكان. زائد بقى عشان يخلص منهم يريح دماغه، للأسف عمل جريمة كبيرة جدا، ودي كده يفكرك ان في تشابه بينه وما بين نابليون اللي عملوا في يافا، دبر لهم مذبحة القلعة. طبعا بقى استدعى أمراء وزعماء المماليك كده في القلعة، طبعا مقر حكمه، عشان يحتفل بقى بخروج الجيش المصري للحجاز والكلام ده زي ما هنعرف في الدروس اللي جاية. طبعا بقى بمجرد انتهاء الحفل والمماليك خارجين في أمان الله، غدر بيهم بقى وقفل الأبواب وخلى جنوده يطلقوا عليهم النيران. يجيلي سؤال كده من النتائج المترتبة على مذبحة القلعة في مارس عام 1811، تقول كده تخلص محمد علي من المماليك وانفرد بحكم مصر. بالنسبة لأحداث الدرس مش كتير، طبعا أشهرها بقى الحملة الإنجليزية واللي هي حملة فريزر، دي أول حاجة قلناها، نفي عمر مكرم، وبعد كده مذبحة القلعة. وكده يا شباب أكون خلصت درس النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا، ويا ريت يا شباب بقى اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.